فرقة القبة الخضراء للمديح والإنشاد الديني. معنا مؤسس الفرقة حسني مبارك الشهير بحسني تنورة. أهلا وسهلا أستاذ حسني. اهلا وسهلا بك استاذ اسامه. كلمنا عن الفرقة، الاسم نفسه فرقة القبة الخضراء، ايش معنى القبة نفس الخضراء يعني؟ والله انا كان من زمان نفسي اعمل فرقه مديح، لان ده كان حلمي يعني بصراحه ان انا اعمل فرقه انشاد، والحمد لله ربنا اكرمني بمجموعه شباب حلوه واصوات حلوه. ايوه. وكونت مجموعه شباب من شهرين كده، عملت مسابقه واخترت اصوات. جميل. والحمد لله ربنا اكرمني بشباب كويس خالص من جميع المراكز، فرشوت وابو تشت ونجي حمادي. وكونا مجموعه انشاد ديني جميله خالص، كلها بتمدح في جميل كمان يعني في الانشاد، وحافظين برضه يعني. طبعا حافظين قصايد وانشاد جميل خالص، كله بيمدح سيدنا النبي، اصواتهم جميله خالص بصراحه. كنت في تدريب؟ طبعا احنا لينا حوالي شهرين كنا بنعمل بروفات، ويمكن اكتر من شهرين كمان. جميل. عملنا بروفات وعملنا زي نظام مسابقه يعني، شفنا الاتوان بتاعتهم والاصوات ومخارج الالفاظ بتاعتهم والحفظ. وكان معايا الاستاذ عادل موسى الله يبارك له برضه، مدرس الموسيقى العربيه. ايوه. هو بصراحه اختار معايا يعني، والحمد لله ربنا اراد ووفق. فرقه القبه الخضراء بدات عملها من اول شهر رمضان صح كده؟ طبعا كان اول شغل لينا الحمد لله في قاعة ريفورم أول جمعة في شهر رمضان المبارك. كويس. الحمد لله. وبعد كده تنقلت من مكان لمكان يعني. وبعد كده اشتغلنا كل يومين في قاعة الحمد لله. كل سنة طيب. شيء جميل في رمضان برضه انك تحيي هذه الليالي الجميلة بالمديح والذكر طبعا شهر رمضان كله إن شاء الله، جميع الليالي إن شاء الله هنمدحها إن شاء الله. أنت شايفينك لابس لبس التنورة، أنت بتقدم نمرة مع الاستعراض مع الإنشاد؟ طبعا أنا لاعب تنورة، فالتنورة أجمل حاجة بتمشي مع الإنشاد طبعا، الإنشاد الدين والمديحة. بتلعب تنورة من كام فترة يعني؟ الحمد لله رب العالمين بلعب تنورة من 14 سنة. 14 سنة؟ الحمد لله. وتعلمتها إزاي؟ اتعلمتها في الأقصر أسوان. كنت مصاحب واحد حبيبي اسمه محمد سلامة. أيوه. وهو علمني هناك فقرة التنورة. وانت كل شويه بتنوع في فقرات التنوره، مره تلاقيها التنوره بتنور، مره التنوره تطلع شماسي، تطلع علم مصر. الافكار حلوه دي بتجيبها ازاي؟ ايوه طبعا انا نهاوي التنوره وبحبها بعشقها، فدايما في جديد بتفرج دايما فيها. دايما بشوف اللي على النت ايه الجديد واعمله على طول الافكار يعني. طبعا. والملابس برضو بتختارها انت برضو بنفسك وتجيبها جاهزه وكده؟ الملابس بختارها انا، وفي واحد حبيبي في القاهره طبعا علم التنوره الاستاذ حكيم هو اللي بيفصل لنا اللبس ده. ان شاء الله احنا عايزين مزيد من التقدم لفرقه انشاد، الفرقه اللي هي تعتبر وحيده في نجي حمادي يعني. عايزين نوسع الدايره ونطلع نروح ان شاء الله منتديات مهرجانات ان شاء الله يعني. ان شاء الله والله دعواتكم معانا نلف العالم ان شاء الله بيها. إن شاء الله وهي يعني. فرقه جميله بصراحه، والحمد لله كان امنيه حياتي ان انا اعملها من سنتين، حتى عرضت الفكره على الاستاذ محمد فتحي الخولي. أيوه. الاذاعه القدير طبعا. وهو الراجل رحب، وبعد كده اراد ربنا ان احنا ننفذها في شهر رمضان ده. موفقين ان شاء الله. ان شاء الله دعواتكم معانا. ايضا من خلال نافذه قناه عين حمادي، لو حابب حد يتواصل معاك تحيي اي ليله عادي يعني ممكن. تحت الامر طبعا. متاح يعني. متاح اي حاجه. يتواصل مع الاستاذ حسني التنوره وتجوا له تحيوا الحفله ان شاء الله. ولو في اصوات جميله في الانشاد وحد حابب يشارك معانا تحت الامر فوق الراس كمان يعني، ممكن تستخدموا مواهب يعني اخرى يعني. اي حد موهوب وصوته حلو يتفضل يشرفني ويشارك معايا، انا فيش مانع يعني. كل سنه وانت طيب. وانت طيب استاذ اسامه، وكل سنه وحضرتك طيب حبيبي. شكرا. هذه الفرقه التي تكونت قبل شهر رمضان واحيت عده ليالي في مدينه نجي حمادي. تعالوا مع بعضنا نتعرف على اعضاء الفرقه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بالاستاذ اسامه. ابراهيم الانصاري. عربي. محمود خالد. علي صوتك. محمود خالد. محمد اسامه صقر. سيد عبد الرحيم. علي سلام علي. اهلا وسهلا باعضاء الفرقه، فرقه القبه الخضراء. كلمنا يا شيخ ابراهيم عن اسم الفرقه، ليه اخترتوا القبه الخضراء بالذات؟ والله هي القبه الخضراء يعني طبعا خضرت على بالنا كده يعني في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اسم جميل طبعا. والقبه الخضراء يعني ترمز لحضره النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينه اللي فيها حضره النبي صلى الله عليه وسلم، فمدينة رسول الله يعني اسم جميل. ولابسين لبس اخضر عشان يناسب طبعا زي، وهو اللبس الاخضر لبس الصالحين. وعمامة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خضراء. نعم. ولبس الصالحين حتى في الرؤيات او في الاحلام. أيوة. الحاجة الخضراء بتبقى مبشرة يعني. أيوة. زي الزرع الاخضر او الحاجة الخضراء مبشرة. السندس الاخضر بالضبط اهل الجنة مذكور في طبعا.
كلمونا عن استعداداتكم لليله، يعني بتستعدوا بها ازاي؟ بتعملوا رفات وكده؟ والله بالنسبه للاستعداد احنا الحمد لله حافظين وفي استعداد تام. بنعمل طبعا قبل اي حفله بيبقى فيه بروفات. ايوه. مع الاستاذ عادل موسى طبعا استاذنا وعمنا، واستاذ محمد عادل موسى برضه استاذنا وعمنا. فبنعمل بروفات، هنشوفوا مثلا ايه القصائد الجماعيه اللي هنقولوها. ايوه. مين اللي هيقول الاول، مين اللي هيقول الثاني، طب ايه القصيده الجماعيه، طب المرد هيكون ازاي، طيب الالات والايقاع هيكون ازاي، طب الواحد هيعملها ملفوف او مقسوم، امتى هيوقف امتى طب من غير ما نبص لحد، طب امتى، دي كله بيبقى تدريب في البروفا لحد ما يبقى الصوره النهائيه. بعد كده بنبقى مستعدين للحفله بعد البروفا. ايوه بالظبط. اتكلمنا عن اول شعور بقى، اول حفله كان ايه نظامها بقى؟ كان في رهبه وخوف ولا؟ لا الحمد لله ان احنا اصلا كنا قبليها، فكنا يعني كان في حفلات قبل كده او كنتوا بتتدربوا قبل كده عليها؟ كنا مع بعضينا. وبالنسبه للبروفات بيبقى فيها مايك وبيبقى فيها الات وبيبقى فيها برضه نفس الرهبه بتاعت الحفله بس من غير جمهور، اللي هو بيبقى الجمهور محدود، اللي هو احنا مثلا. هل الابيات الشعريه بترتجلوها ارتجال كده ولا بتبقوا حافظينها وترجعوها؟ بنبقى حافظينها وبنراجعوها مع بعضنا كلنا. الحمد لله. وكل واحد ليه دور في المقاطع اللي هيقولها يعني. اكيد بنقسمها كلها مع بعضينا. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب. كلمنا عن الفرقه اتكونت ازاي بقى؟ جمعتوا نفسكم ازاي من كل بلد؟ حضرتكم فين؟ والله العظيم انا من اسنا. من اسنا. وبتيجي نيجي حمادي معاهم في الفرقه؟ انا النهارده اول حفله لي النهارده. اول يوم النهارده. انت بتمدح قبل كده؟ كنت مع بمدح بس مش مشارك في حاجه يعني. اتعلمت المديح من امتى بقى؟ من وانا صغير يعني. من وانت صغير بتحضر ليالي وكده؟ طبعا. وبتعملوا بروفات مع بعض؟ اكيد طبعا بروفات مع بعض. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. اسمك ايه؟ سيد عبد الرحيم. اصغر عضو في فرقه القبه الخضراء. سيد سنه كام؟ في اولى اعدادي. سيد بتحب الانشاد، ايه اللي شدك في المديح النبوي؟ يعني انا بحب حضره النبي عليه الصلاه والسلام، بعشق وعشق متيم بيه زي ما بيقولوا كده في القصائد. الله عليه وسلم. فيعني من زمان وانا بحضر ليالي بحب. مين اكتشف صوتك الحلو ده؟ او مدرس والله عندنا في المدرسه. سنه كام؟ مين؟ انت في سنه كام؟ انا في اولى اعدادي. في اولى اعدادي. مدرسه ايه؟ مدرسه القدرات الاعداديه. بتقول في الاذاعه المدرسيه وكده؟ طبعا. فلقيت صوتك حلو. ايوه. شاركت في حفلات مدرسيه وكده؟ شاركت كتير. بعد كده انضميت لفرقه القبه الخضراء؟ تواصلت معاهم على الفيسبوك وانضميت لهم. تواصلت مع الاستاذ حسني، وجيت هنا اتعرف عليه الاستاذ عادل وسمعني فاعجب بصوتي، وجيت اشتغل مع الاستاذ عادل محمد موسى. بدات تحفظ في البروفات ولا كان في صعوبه؟ لا، هي الاول ما كنتش مستوعب الامر، ما كنتش بظبط مع اللحن الايقاع وكده. كنت بقع ساعات، بس دلوقتي الحمد لله تمام، ظبطت كده وتعودت عليهم. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. سمعنا مقطوعه صغيره كده بصوتك من اللي قلته في الحفله. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل للوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه. للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا، سيد في الكرم قمة في العطاء، مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع. ما شاء الله عليك. تعرف حضرتك؟ علي سلام علي. استاذ علي، انت كنت في نشاط الديني قبل ما تنضم للفرقه ولا اول لقاء لك؟ انا كنت في فرقه انشاد يعني في اسيوط. كنت في فرقه انشاد الاول؟ ده من امتى بقى؟ الكلام ده من 4 سنين. من 4 سنين كنت تطلع معاها وتتدرب وكده؟ كنت بتدرب على مايسترو اسمه استاذ نصر الدين في اسيوط.
ولقيت نفسك اكتر هنا في فرقه القبه الخضراء. طبعا يعني كلهم حبايبي واخواتي بقية الاستاذ حسني طبعا. طبعا مشهوره رقصة نور اول على مستوى جنة يعني بل الصعيد كله. زائد الاستاذ عادل موسى طبعا شرف لاي حد انه يشتغل مع الاستاذ عادل موسى لانه راجل يعني خبره ورجل استاذنا في المجال طبعا اكيد. طبعا والناس كلها المحترمه موجوده مع الاستاذ طبعا اللقاءات الاستاذ هيثم طبعا مدير الاعمال الفرقي. احنا جينا من طرف الاستاذ هيثم يعني. فالحمد لله يعني وربنا قال في الحديث القدسي من اراد الله به خيرا يسوقه. فاحنا الحمد لله ربنا ساقنا الى مديح حضره النبي صلى الله عليه وسلم، فده اعظم حاجه يعني. جميل جدا جدا يعني. هل في تفاعل من الجمهور وانتم بتقولوا على المسرح بتبقوا تعزفوا وكده؟ والله الحمد لله يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. كان في يعني اقبال في اول حفله هنا في الفرن. فالحمد لله يعني كان في اقبال من الجمهور والناس تعاملت معنا في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحمد لله جينا ثاني يعني كررنا الحفله ثاني هنا يعني. هي الليله مره اخرى. نعم. حياتكم كم ليله في رمضان كده؟ 3 ليالي ولا 4؟ يعني 4 ليالي. 4 ليالي. استاذ احمد القاضي. استاذ احمد من امتى وانت في الانشاد الديني؟ والله من صغري الحمد لله رب العالمين. بدات كده في الانشاد الديني تمام، وكان ابويا برضو كان بيساعدني كتير على الانشاد الديني. ايوه بس كده يعني. فاحنا الحمد لله رب العالمين يعني الانشاد الديني ده حب في قلوبنا. تمام، وما دي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحيي القلوب. اكيد. نسمعك حاجه. رسول الله طال بي الحنين وأرق مهجتي الشوق الدفين مدحتك لا رياء ولا نفاقا وفي من يمدحونك من أكون النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما شاء الله عليك. شكرا. انا بشكرك واشكر استاذ حسني برضه اللي هو جمعنا، استاذ حسني تنوره جمعنا لحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واشكر استاذنا الاستاذ الكبير استاذ عادل موسى لانه هو تعب معنا كتير، وربنا يبارك فيه ان شاء الله وفي اولاده. وانت طيب. الموسيقى والايقاع والعزف له دور كبير في فرقه القبه الخضراء للانشاد الديني. تعالوا نتعرف مع اعضاء الفرقه وقائد الفرقه الاستاذ عادل موسى وابنه الاستاذ محمد عادل موسى. اهلا وسهلا استاذ عادل. اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب وكل سنه والأمة الإسلامية كلها بخير يا رب إن شاء الله، والسادة المتابعين والمشاهدين لقناة النجاح حمادي يكونوا بخير ويكونوا مبسوطين مننا يا رب إن شاء الله. كلمنا عن الفكرة تكوين فرقة القبة الخضراء. القبة الخضراء بدأت الفكرة بتاعتها من سنين طويلة على فكرة عدت، بس ما فيش فرقة اكتملت. يعني ما فيش فرقة كملت المشوار يعني. أيوه. بس إن شاء الله هي الفرقة دي بدأنا قبل رمضان تقريبا بشهر تقريبا. تدريبات بدأنا تدريبات طبعا، ونجمع في القصائد ومجموعة شباب هم حلوين بصراحة، منشدين على مستوى عالي ومستوى راقي ومؤدبين ومهذبين ومحترمين، والخامة بتاعتهم الصوتية ممتازة وحلوة بيقولوا كويسين. فمن هنا بدأت الفكرة بصراحة، والفضل لله في الأول وفي الآخر، والأستاذ حسني هو الرجل هو اللي بادر بإنشاء هذه الفرقة يعني، وإحنا معاه إن شاء الله وبدعم حضراتكم معانا يعني. الله يخليك. كلمنا عن الموسيقى، دور الموسيقى بقى في الإيقاع بقى. الموسيقى احنا أولا معانا الإيقاع برضه الأستاذ هيثم والأستاذ عبد الوليد، تفضلوا معانا هنا برضه. اتفضل. انت حضرتك عازف الأورج. انا عازف الأورج بتاع الفرقه. الأورج بقى هو الأورج لابد من الموسيقى. لابد من الموسيقى في الانشاد قبل مقطع الانشاد الديني. طبعا قبل المقطع الانشاد الديني يعتبر تمهيد. تمهيد تفضل استاذ محمد. تمهيد للمنشد علشان هو هيقول من الطبقه الصوتيه ايه. أيوة. والمقام الموسيقي اللي هيقولوا ايه. طبعا احنا بنكون متفقين على الانشود اللي طالعه او المنشد هيقول ايه، فبناء عليه بيعمل له الموسيقى بتاعتها يكمل معكم. لازم من الموسيقى، يعني الموسيقى لو انشاد من غير موسيقى هتبقى ناشفه. ايوه لازم يكون فيها نغمه لازم يكون في نغمه موسيقيه تمام. وبعد كده برضو تثير الحماس مع الجمهور طبعا. فكنا بنظبط الحته دي برضو، احنا واجهتنا حته صعوبه برضو
في ان احنا يعني المشايخ معانا 5 أو 6 مثلا. ايوه تمام. احنا عاده بيبقى واحد بس شغال، تمام، لو مطرب او منشد او كده بيبقى واحد بس بتظبط طبقه الصوت على واحد. أيوة. لكن احنا كنا بنظبط على 6 بحيث ان احنا نقدر نشتغل على 6، فدي حته تعبتنا يوم. أيوة. بصراحه بس الحمد لله يعني في النهايه ربنا وفقنا برضه يعني وكده طبعا قعدنا اشتغلنا كتير بروفات كذا مره الصراحه، اكتر من مره يعني. استاذ هيثم. استاذ هيثم عارف نفسك؟ استاذ اسامه الله يخليك، هيثم من جمال ايقاع في فرقه القبه الخضراء. برضه الطبله والدف ليه برضه دور مع الموسيقى. طبعا اكيد برضه برجع للدور اقول الاحترام كل الشكر والتقدير للاستاذ عادل موسى راجل عمنا وماسك الماستر بتاع الفرقه، هو اللي بيوجهنا الشغل رتم ايه او ايقاع ايه. عشان هو بالنسبه له ماسك طبعا الفرقه كلها وماسك المنشدين وعارف اتوانهم وعارف مقاماتهم، واحنا بنشتغل ورا توجيهاته. يعني في اوقات بتعلى الطبله فيها واوقات توطى الطبله فيها على حسب توجيهات الاستاذ عادل لينا. هو اللي بيوجهنا، علي وسع الريتم مثلا، خف الريتم، الكلام ده هو اللي بيوجهنا مع صوت المنشد برضه، مع صوت المنشد ومع الريتم بتاعه اللي ماشي عليه. ايوه. وبتبقوا بروفات بره مره واثنين وثلاثه. تمام. طبعا في بروفاتنا احنا بنظبط مره واثنين وثلاثه، لنا بتاع شهر ونص او شهرين قبل رمضان. ايوه واحنا بنعمل بروفات بس وحفظنا الشغل كله. ده شيء جميل ان شاء الله، واحنا سعيدين بالقبه الخضراء دي ان هي اول فرقه في نجي حمادي بتبدع في المديح والرسول الله عليه الصلاه والسلام. والله كل الشكر رجع للاستاذ عادل موسى، وبرضه الشكر وكل الشكر والتقدير رجع للاستاذ حسني تنوره، تعب واجتهد في المجموعه دي، فاحنا واقفين في ظهره باذن الله، باذن الله نحقق امله باذن الله ونحقق حلمه ان شاء الله. ودعمكم لينا. كل سنه وانت طيب يا استاذ اسامه، وكل سنه والساده المشاهدين والمستمعين في كل مكان بتشوفنا وبتسمعنا، يا رب يكونوا سعداء بنا وما نكونش تقال على حد. وارجو يعني من حضرتك ومن المتابعين بتوع حضرتك يعني يدعمونا. طبعا. لا هو دعم بس دعم معنوي يعني. معنوي. لا يشجعوا الشباب، هم اغلبيه المنشدين حضرتك زي ما انت شايف انهم كلهم شباب، فمحتاجين دعم معنوي يعني. اكيد بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك. وشيء جميل انه كنتوا بتسعوا بتحيوا ليالي رمضان كمان. ليالي رمضان التوقيت نفسه حلو. لا وغير رمضان كمان يعني. احنا برضه عايزين ناخذ الشباب ننتشر الشباب. احنا بنقول في دعوه لاي مكان من البقعه الوحشه اللي هي بتاعت المهرجانات اللي هي الفاشله والاغاني اللي هي الهابطه دي. مش عايز اذكر حد معين يعني. شيء كويس انه الشباب يتجه للاتجاه ده يعني. ويا ريت الشباب يعني ياخذ الشباب اللي هم المنشدين بتوعنا دول ياخذهم كنموذج ليهم يعني. وفي اقبال الحمد لله من الجمهور. كمان ما هو انا لازم عندي حاجه ان انا اعزز برغبتي، انا عايز اسمع اغنيه او عايز اسمع حاجه، فان ما لقيش يسمع حاجه كويسه زي كده، حاجه قيمه زي كده، هيتجه للاتجاه الوحش الثاني يعني. فاحنا عايزين ناخذ الشباب بتاعنا يعني ان شاء الله من المستنقع الاغاني والمهرجانات اللي هي حضرتك عارفها ده الى الحاجه الجميله الحلوه دي يعني. كل سنه